اليوم موضوعنا حساس ويمس كثير من الناس. في شخص بحياتك تعطيه اهتمام وتعطيه حب ووقت، لكن تحس نفسك دايما الطرف الوحيد اللي يعطي، ما يسأل عنك، ما يبادر، وجودك أو غيابك ما يفرق. تتساءل ليش أتمسك فيه وليش أحس أني لازم أثبت له أني أستحق اهتمام. اليوم بنتكلم معاكم عن ليش العلاقات تستنزفنا وليش لازم نوقف ونقول كفاية. الشخص اللي يباك بيبين عليه، بيسأل عنك، بيبادر، بيحسسك أن وجودك مهم. أما اللي ما يهتم بتلاحظ البرود والردود القصيرة، عدم المبادرة، وكأن غيابك مثل حضورك ما يفرق عنده. ليش نستمر مع هالأشخاص؟ أحيانا نكون عارفين الإجابة بس نتجاهلها، وغالبا لأننا نخاف من الوحدة، وهذا تفكير الكل، أو نتمسك بالذكريات، أو ننتظر أنهم يتغيرون. بس الحقيقة إذا الشخص ما قدرك من البداية ما راح يقدرك بعدين. بتتعب، تستنزف طاقتك ومشاعرك، وتبدأ تشك بنفسك وتسأل نفسك شو الغلط اللي فيني؟ أنا مش كفاية؟ بس الحقيقة العيب مش فيك، العيب في اللي ما عرف قدرك. خذوها قاعدة، الاهتمام ما ينطلب. إذا ما جاك طبيعي وبحب لا تحاول تزرعه بالقوة، لأنك ما تستحق علاقة فيها أخذ وعطى، مش بس عطى، والعطى منك أنت بس. وأخيرا أقول لكم وقتكم ومشاعركم غالية، لا تهدرونها على شخص ما يشوف قيمتكم، ودوروا على اللي بادلكم نفس الإحساس، نفس الاهتمام، نفس الشغف. وإذا ما لقيت، ترى الوحدة أكرم من علاقة ناقصة. خلوني أسألكم، متى آخر مرة هو اللي بادر وهو اللي سأل عنك من نفسه؟